السلام عليكم. احنا اليوم برنامج جديد راح نحكي عن الكتاب ودوره في نشر الغذاء العقلي. العقل اذا ما تغذي كتب، يعني شلون انت تمن مرق تغذي الكرش، العقل تغذي كتب حتى يصير مغذي بغذاءات كثيره. اليوم راح نحكي حقيقه عن الفلفسه. الفلفسه هي حقيقه وانا كل شيء ما اعرف فيها، بس يلا نحكي شو يصير بعد خبزتنا هاي. عندنا كتاب هذا اسمه سيكولوجية العدوى، راح هذا المهم، فهذا الكتاب كلش مهم للي يقراه، وحتى اللي ما يقراه هم مهم. إيه حتى جوا المخده هو يدخل جوا بالفيلم. شو طابعينه غلط هذا؟ لا مو طابعينه هذا لازم غلط. ايش هسه لزمتها صح هيك. الكتاب يقول هاي شو هم غلط، بين يكتب الكتاب هذا ظاهر خطأ مطبوعي. اي خطأ مطبوعي. خلينا نشوف لنا كتاب الله. راح نشوف كتاب الله. ايش ناخذ؟ ناخذ هيجل. اي هذا هيجل. هذا هيجل طبعا هو فيلسوف. مين هو هذا؟ ما شايف انا، مو غريب عليه، بس هو يعني فيلسوف. هذا عنده 3 كتب. اي هداه للجهاله ما تظلم. اي هذا طبعته حلوه. شوف يقول لك صدقا ان اقول انني ببساطه لست سوى علاقه مع ذاتي. يعني شلون تسوي علاقه؟ يعني العلاقه هو العلاقه السوداء مع ذاتك، لما تشتري بها تنتمي لك العلاقه، تقول بها ضماطه بوتيتي. هاي فلسفه حقيقه ما تفهموها، صعبه عليكم، صعبه. شوف هاي هنا يقول لك تربية الأطفال وتفكك السرة. لا تفكك السرة شنو؟ تفكك الأسرة. إيه الزواج في جوهره وحدة. شنو وحدة؟ عاملها تاخذ 4 و5 وحدة شنو؟ رغم إنها وحدة داخلية. أنا أخوك صارت داخلية. أشوفكم باكر.